السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحدث الأهم والأكبر الأسبوع اللي فات ده كان اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم الأربع اللي فات. خليني أقول لك إن الفيدرالي الأمريكي خفض الفايدة 25 نقطة أساس أو ربع في المية. يا ترى ده هيكون تأثيره إيه على الذهب الفترة اللي جاية؟ وخليني أقول لك كمان بنسمع دلوقتي من بعض المحللين إن عام 2026 هو مش عام الذهب. بناء على إيه قال الكلام ده؟ وخليني اقول لك نقطة تانية، احنا طبعا شفنا يوم الاربع اللي فات بعد اجتماع الفيدرالي الذهب والشاشة العالمية اتجننت، شوية فوق وشوية تحت، شوية صعود وشوية هبوط. طب الكلام ده يا ترى ليه؟ الفترة دي كمان بتسمع كلام وعكسه او الكلام ونقيضه. بعض الناس بتقول لحضرتك ان الذهب رايح لمستويات ال 4000 دولار وال 4500 دولار. طيب خليني اقول لك نقطة تاني الناس بتقولها، الناس بتقول لك ان الذهب هينهار وهينزل تحت مستويات ال 3000 دولار. الناس دلوقتي في حالة ترقب وفي حالة خوف. بس خليني اقول لحضرتك، هل ممكن سيناريو عام 2011 يتكرر تاني والذهب يفقد 30% من قيمته؟ السؤال ده مهم جدا ولازم تكون عندك خلفية عنه. خليني اقول لك كمان نقطة مهمة، لو حضرتك بتشتري عقار الفترة اللي جاية لازم تاخد بالك من كام نقطة مهمة جدا علشان تحافظ على قيمة فلوسك. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق الجروب بتاع الواتساب او التليجرام، ده هسيبه لحضرتك تحت في اول كومنت، بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. خليني اقول لحضرتك ان اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي يوم الاربع اللي فات كان مهم جدا جدا جدا، لان الناس كلها كانت عارفة من فترة ان الفيدرالي الامريكي هيخفض ربع في المية، ولكن التوترات اللي بين جيروم باول وبين ترامب كانت مخليه الاسواق ممكن نروح لنص في المية. وشفنا الشاشة العالمية بترفع لمستويات ال 3707 دولار وعملت قمة جديدة. ولكن بعد طلوع جيروم باول بعد نص ساعة من اجتماع الفيدرالي، لما شفنا الفيدرالي الامريكي خفض ربع في المية، طلع جيروم باول وقال كلمتين مهمين جدا. قال لحضرتك ان احنا عندنا اجتماعين في 2025 فاضلين في السنة دي، واحنا احتمال نخفض فيهم ربع في المية او مرة واحدة كمان. ولكن خد بالك من النقطة دي، ان الذهب كان متسعر على مستويات اعلى كمان من الربع ده، كان مستويات النص في المية. واول ما اجتماع الفيدرالي طلع بربع في المية بدأت الشاشة العالمية في حالة تذبذب، شوية فوق وشوية تحت، شوية في جني ارباح وشوية في ناس بتشتري. خلي بالك ان البنوك المركزية على مستوى العالم الفترة اللي جاية هتعزز من شراء الذهب، ولكن اول ما طلع القرار ربع في المية بدأت السندات الامريكية تزيد وبدأ الإقبال على الدولار يرجع تاني. ليه بقى؟ لأن الفيدرالي الأمريكي خفض ربع بس، وطبعا جيروم باول طلع بعديها قال لك أنا هخفض مرة واحدة في العام اللي جاي اللي هو عام 2026. خليني اقول لك ان النقطة دي خلت الذهب وخلت الاسواق هديت جدا. وطبعا شايفين الكل بيتكلم عن ان الذهب رايح لمستويات ال 3000 وال 3300 بناء على ايه؟ خليني اشرح لك النقطة دي بالتفصيل عشان تبقى انت عارف الفترة اللي جاية انت هتعمل ايه. طيب الناس اللي بتتكلم وبتقول لحضرتك ان عام 2026 هو مش عام الذهب، بناء على ايه حضرتك قلت الكلام ده؟ طبعا هيتقال لحضرتك ان جيروم باول طلع وقال ان عام 2026 هيتم تخفيض الفايدة ربع في المية على مدار سنة كاملة، وده مش هيخليك تشوف ارتفاعات في الذهب الفترة اللي جاية كبيرة ولا قفزات كبيرة. بس خليني اقول لحضرتك ان الكلام ده بيتغير من بيان لبيان وبيتغير من اجتماع لاجتماع، ومع كل بيانات بتحصل الدنيا بتتغير. خليني اقول لك الفترة اللي جاية مفيش وتيرة واحدة احنا ماشيين عليها، بس خد بالك من نقطة مهمة جدا عشان تبقى عارفها. امريكا الدولة الوحيدة اللي بتتعامل بالدولار اذا كانت مديونة او داينة، يعني التضخم ده بالنسبة لها هو ستارة بتلعب بيه زي ما هي عايزة وبتشوف مصالحها فين وبتمشي وراها. عشان كده مش عايز حضرتك تاخد قرار وتفضل ماشي فيه، لازم تغير نفسك مع متغيرات السوق. السوق الفترة اللي جاية هيعتمد على البيانات، ووارد جدا 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 البيانات تتغير، ووارد جدا الاسواق الفترة اللي جاية تتغير. خلي بالك ان التوترات اللي ما بين جيروم باول وترامب دلوقتي او في الوقت الحالي هيكون ليها تأثير وسلبي جدا 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 على الدولار الفترة اللي جاية. ركز في الكلمتين دول وافتكر بقى النقطة مهمة جدا، وهو الخوف اللي عند الناس من سيناريو عام 2011. في 2011 فقد الذهب 30% من قيمته بعد ما ارتفع. بس دلوقتي هل الوقت الحالي زي عام 2011؟ خليني اقول لحضرتك الحرب اللي انت شايفها ما بين روسيا واوكرانيا دي رقم واحد سبب مهم جدا ما يخليش الذهب ينهار.
رقم اتنين، الاحداث الجيوسياسيه اللي حاصله دلوقتي في الشرق الاوسط، خاصه ما بين الجانب القطري والجانب اللي ما يتسمى. طبعا الاحداث دي برضو هتخلي الذهب عند مستويات عاليه في السعر العالمي او الشاشه العالميه. خلي بالك ان الفتره اللي جايه العالم على صفيح ساخن، وخلي بالك ان التوترات اللي حاصله في العالم كله دلوقتي مش هتخلي الشاشه تنزل تصحح بالشكل اللي انت عايزه. اهم حاجه لازم تحافظ على ذهبك الفتره اللي جايه، وما تخليش ولا تسمع لاي حد يهزك الفتره دي. خد بالك ان انت اللي عارف التزاماتك وانت اللي عارف دنيتك فيها ايه. ونصيحه اقولها لك مهمه جدا جدا جدا، طول ما انت مش محتاج ذهبك اوعى تفرط فيه. هتقول لي انا محتاج الذهب بعد شهر، بعد 2، بعد 3 ومعاك ذهب، اقول لحضرتك بيع وقت ما انت عايز الفلوس. غير كده محدش يعلم الغيب الا الله. وارد بكره الدنيا تتغير، كل يوم هو في شأن، احنا كل يوم عندنا متغيرات جديده. طيب ناس كتير جدا عايزه تخرج من الذهب وتروح للعقار، او ناس كتير معاها فلوس دلوقتي وشايفه ان هي عايزه تستثمر في العقار. بس خليني اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا، الفتره دي فتره مش استثمار للعقار نهائيا. هي فتره لو حضرتك ساكن وعايز سكن ومحتاج السكن ده ضروري جدا جدا جدا، فهتضطر تروح تشتري، وهتشوف شركات بتقسط، يعني تدفع مقدم 5% وتقسط الباقي. بس خليني اقول لك نقطة مهمة، النهاردة لو سعر الوحدة 5 مليون جنيه وحضرتك هتدفع منها 5%، 250 ألف، حضرتك هتقسط 4 مليون 750 على 10 سنين مثلا. هقول لحضرتك ان انت بتدفع فوائد، ان انت بتدفع ال10 سنين دي بتدفعها فوائد. فلما تيجي تعمل ريسيل عشان انت واخدها استثمار، هتلاقي ان الريسيل اقل بكتير جدا ما انت دفعت، لان انت دافع على 10 سنين نظام تقسيط مرتاح. لكن لو حضرتك النهارده بتدور على سكن، هقول لحضرتك كده كده هتاخدها وتسكن، فكده كده مش بتدور على استثمار، فكده كده اجباري هتاخدها، فانت عايز تاخد على اقساط. اللي عايز يستثمر في العقار في الوقت الحالي بيدور على الكاش. ما ينفعش اروح استثمر في عقار واقول انا عايز اخده عشان ابيعه بعد شهر، بعد 2، بعد 3. خليني اقول لك ان العرض والطلب في العقار دلوقتي، المعروض كتير جدا جدا جدا، والطلب على العقار ما بقاش موجود. خد بالك من نقطة مهمة تانية، ان الناس اللي كانت بتلعب او الشريحة اللي كانت بتلعب في البنوك على فايدة 30% في العقار في 5 مليون، فراح اشتري عقار وقسط، ما كده كده البنك بيديني 30%، الكلام ده كان من حقك بس الفترة اللي فاتت. لكن دلوقتي مع نزول الفايدة في البنوك ونزلت ل 17%، ونزلت لشهاده 21 متناقصه ل 16، واحده ل 13، بناء على ايه هجيب لك الارقام العاليه؟ القسط ممكن يوصل مع حضرتك ل 70 وال 80 الف جنيه في الشهر وال 60 الف جنيه في الشهر. النهارده احسبها كده، لو معاك 3 4 مليون جنيه، هل هيغطوك لما كنت بتاخد 30%؟ كانوا بيغطوني. طب دلوقتي لما الفايده نزلت ل 17%، هل الرقم ده هيغطيك؟ لو الفايده نزلت متناقصه 21 16 13، هل برضو الرقم ده هيغطيك؟ شريحه كبيره جدا طلعت من مجال العقار الفتره دي. خلي بالك الركود اللي احنا شايفينه ده طبيعي جدا، بس خد بالك ان انت اللي عارف انت عايز ايه، وانت لازم تكون حاسب حساباتك صح قبل ما تغرق. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري، ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.